تعالوا بقى نكمل سلسلة وفري فلوسك واعمليها في البيت. النهاردة هنعمل مربى في البيت. المربى من أسهل الحاجات اللي ممكن نعملها. النهاردة هنعمل مربى فراولة، ومش هقول لكم هنعملها زي بره، لأن احنا هنعملها أحسن من بره كمان، لأن بره الفراولة مش فاكهة طبيعية، لكن احنا هنعملها فاكهة طبيعية 100%. طعمها جميل جدا، اقتصادية جدا جدا جدا، وبطريقتها سهلة قوي. أي بنوتة صغيرة كده هتخش المطبخ تعملها على طول وتطلع في منتهى البساطة. بس ما تنسيش تشتركي في قناتي. اللي ما يعرفنيش، انا سميرة وده مطبخي. يا ريت لو استفدتي اي حاجة من الفيديو بتاعي لايك وكومنت وشير حلو زي كده عشان كله يستفاد. هنا انا معايا 4 كيلو من الفراولة زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، الفراولة حلوة قوي اليومين دول. طبعا هنضفها الاول قبل ما اغسلها، عشان العنقود بتاعها ده بيبقى فيه رملة، وعشان اتاكد ان الفراولة بتاعتي اتغسلت كويس جدا. نضفتها زي ما انت شايفة. بعد كده بقى هروح تحت الحنفية. ما ينفعش نغسل الفراولة في مصفى عشان بيبقى فيها رملة زي ما قلت لك. لازم نغسلها تحت الحنفية في مية جارية كده، عشان لو في رملة تنزل في قعر الطبق. هنكرر الموضوع ده 3-4 مرات. نشيل الفراولة من الطبق ونرجع نحط مية تاني، ونشيلها ونرجع نحط مية تاني لحد ما نتأكد ان الفراولة نطفت جدا. معلش سامحوني بتكلم بسرعة عشان خاطر مش عايزة اطول عليكم الفيديو. في حلة كبيرة بقى عشان المربى بتفور. اي نوع مربى طبعا لازم نعمله في حاجة واسعة. هقطع الفراولة على الطريقة اللي انت عايزاها. انا بقطعها كبيرة شوية عشان انا بحب فيها قطع. انا جبت 4 كيلو من الفراولة، هحط عليهم 2 كيلو سكر، يعني الكيلو عليه نص كيلو من السكر. ودون يعني نسبة حلوة جدا. ما تكتريش اكتر من كده عشان ما تبقاش مسكرة قوي وتبقى تقيلة. زي ما انت شايفة حطيت لي 2 كيلو سكر على 4 كيلو فراولة، وقلبيهم كده بالمعلقة او زي انا ما عملت بالحلة كده، وعلى النار على طول، ولا تنقعيهم ساعة ولا 2 ولا الكلام ده كله. هتحطيهم ربع ساعة على نار هادية لحد ما يغلوا كده. وما حطيتش مية خالص، ما تحطيش مية ولا اي حاجة، هي الفراولة كلها مية. زي ما انت شايفة بعد ما اتأكد انها فارت، اخلي الغطا متهوي زي ما انت شايفة كده. اخلي الغطا متهوي عشان ما تفرش وتبهدل الدنيا ويضيع منها خسارة. بعد كده طبعا الرغاوي اللي انتوا شفتوها دي ما تقلقوش منها خالص، هي هتقل خالص لاخر الفيديو. يا دوبك هنطلع معلقتين. لو ابتديتي تطلعي الرغاوي من دلوقتي هتطلعي كتير جدا، وهتطلعي معاكي من الفراوله من المربى اسفه. لكن لما نسيبها للاخر يا دوبك هنطلع معلقتين بس، الرغاوي دي هتقل خالص. من وقت للتاني بقلبها، وفي الوقت ده خلاص مش هغطيها تاني بقى. انا كده اتاكدت انها استوت. عايزه بس اتاكد ان هي تقلت كده. حطيت نص معلقة من ملح الليمون. طب ما عنديش ملح ليمون، احط نص ليمونة فريش. بصوا يا حبايبي الرغاوي ابتدت تقل ازاي كده. خلاص الفراولة بتاعتي عقدت معايا وتقلت ومية مية. وهوريكم ازاي نعرف ان الفراولة استوت ولا لا. بصوا بقى دلوقتي انا لما اطلع الرغاوي، حتى شايفين المعلقة ما فيهاش مية، هي طالعة رغاوي بس. وعلى فكرة الرغاوي دي حتى لو معرفتيش تطلعيها، هي ما بتغيرش طعم المربى، لكن شكلها مش ظريف، يعني الاحسن انك تشيليها. بصوا بقى كده انا خلاص طلعت كل الرغاوي، وكده المربى بتاعتي استوت وتمام التمام. انتي بتحبي فيها قطع زياده قوي سيبيها كده، لا عايزه فيها قطع قليله هتضربيها ضربه خفيفه بالمضرب، او عايزاها ناعمه قوي بالهاند بلندر برضو براحتك. بصوا لو تلاحظوا انا ضربت ضربتين خفاف خالص، لان هي مستويه قوي وانا مسويه المربى بتاعتي على نار هاديه. سووا المربى يا جماعه على نار هاديه. هنا بقى عايزه اعرف المربى بتاعتي استوت ولا لا. على ظهر المعلقه زي ما انت شايفه كده هعمل خط. لو المربى رجعت تاني على بعضها بسرعه تبقى انا كده لسه المربى بتاعتي ما استوتش. فضل الخط كده زي ما انتم شايفين كده المربى بتاعتي استوت وتمام. وهي سخنه على طول هعبيها، ما تخليهاش تبرد. وطبعا البرطمان يكون معقم. هنا البرطمان والمربى كانوا سخنين فما عرفتش امسكه، حطيت منديل كده تحت البرطمان. وهعبي بقى كل الكميه اللي انا عملتها. بسم الله ما شاء الله. هتشوفوا دلوقتي مطلعه معايا قد ايه ال4 كيلو مربى. بصوا بسم الله ما شاء الله. وفي نص برطمان كمان. عملت كميه حلوه جدا. مربى صافي، فاكهه صافي، ما فيهاش مواد حافظه، ما فيهاش اي حاجه خالص. جربوها هتعجبكم قوي. وكل انواع المربات في البيت حلوه جدا. بصوا هي كده لسه سخنه شويه، لما بتبرد بتتقل شويه عن كده. طبعا كل ما بتبرد بتتقل. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، وان شاء الله تعملوا كل حاجه وتطلع من ايديكم زي العسل. زي ما قلت لكم كل حاجه في البيت حلوه واقتصاديه. يا ريت نتعود نعمل كل حاجتنا في البيت وبالف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه، واشوفكم في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله.